مرحبا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده الزيرو بعدها ما ماشيه واستوى طالعه من الغسل. برنامجنا اليوم معنا في هذه الاستوديو الاستاذ المحلل السياسي محمد القاسم. هذا طريق كله طسات جاب هنا. محمد قاسم عذرا استاذ محمد قاسم، اهلا وسهلا. ومعنا المحلل السياسي الاستاذ يوسف الحجاج، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ، موضوعنا اليوم من هو وزير الداخليه؟ استاذ معروف ما يحتاج تسال. من هو؟ واحد لابس قاط وراتبه قوي. استاذ شنو الحكي هذا؟ استاذ وزير الداخليه، يعني هم كل ساعه جاي يطلعون لنا اسم واحد ويقولون هذا وزير الداخليه. يا رب يا رب يا رب يطلع اسمي يا رب. استاذ طبعا ايديك من الاستوديو، ايش بيك؟ انت مقدم على قرعه مهالحج. استاذ جاي نقول لك من هو يشغل منصب وزير الداخليه. استاذ الامر محسوم، انت ليش تتعب نفسك؟ من هو؟ واحد لابس قاط وراتبه قوي. والله شلبت بالقاط وراتبه قوي. استاذ يوسف، كل ساعه نسمع باسم وزير الداخليه الجديد، ليش هذا التخبط؟ بعد استقالة السيد محمد الغبان نعم. بقى كرسي الوزاره فارغ، فرحت زين قالوا لي حاجزين قدامك. شو زين؟ اسف شو مالت علي حمايه صاحب الحلاق. المهم فبقى كرسي الوزاره فارغ، فمن هنا بدت سالفه يقولون هي هنا المشكله، هي هنا المشكله. كل ساعة يقولون ويقولون ويقولون. نوبة يقولون رشحوا حسن الراشد إلى وزير الداخلية، والنوبة يقولون عقيل الخزعلي، وهنا وين طاحت؟ لا هاي بالشارع اللي ورانا وقعت. وهناك سمعنا بوزير جديد قالوا أبو تراب اللي هو اللواء ثامر الحسيني قائد فرقة الرد السريع. والنوبة قالوا رشحوا قاسم الأعرجي. اقول لك شوف، هذا جروب بالواتساب مو وزاره هاي، يعني ذولا كلهم وزاره الداخليه. زين شلون يتخذون قرار ذولا؟ يمكن هذا واحد من عندهم يوقع ويسوي تاكل جماعته. لا استاذ، طبعا انا اقول يجوز راح يشيلون الكرسي مالت الوزير وراح يخلون قنفه حتى تكفيهم ويسوون له بالشمل. صرنا نعرف الوزير بالشطرنج اكثر من وزرائنا. عذرا، نرجع للاستاذ محمد. من بين هذه الاسماء الذي طرحت الان، من هو تعتقد سوف يكون الوزير؟ انا ما لي علاقه باي وزير داخليه، انا عندي وزير داخليه لاطش على عمري صار له 12 سنه. من هو؟ مرتي. ها؟ مرتي، بس والله دخلوها وزير الداخليه، الابره ما تعبر عليها. اخر شيء تدرون، قامت تطلع ارقام صاحباتي من بين سنوني. مو مثل مرتي. ايش بيها؟ مو مثل مرتي. ايش بيها؟ كل ما اذب رقم البنيه إيه؟ ثاني يوم القاه بجنطه مرتي. شلون فهموني شلون؟ مع الاسف انتم زلم شاسة حاب. المهم نريد نعرف هسه من هو وزير الداخليه، على الاقل يطلع واحد من الحكومه ويصرح يقول من هو وزير الداخليه حتى العالم تعرف من هو. يمه منو وزير الداخليه؟ منهم؟ مرتي. سكتوا لا تحكوا. قبل الو، هلا سيدي، زوجتي ها اجي اشر هدوم؟ ما يخالف، بس خلص البرنامج واجي. اجي هسه؟ اوكي جاي. لا استاذ، وين جاي البرنامج؟ استاذ البرنامج والجمهور يريد يعرف من هو وزير الداخليه. يا معود، انا الداخليه بكبرها طالبتني، يا وزير الداخليه. استاذ خليك كمل البرنامج. زني مع الاسف. زين مع الاسف. نرجع عزيزي المشاهد الى الاستاذ يوسف. من هو وزير الداخليه؟ انت منو؟ مساعد وزير الداخليه. من هو منهم؟ انت يا مرتي. جاوب. ها عمي شلونك؟ هسه جاي تمرين الامر عمي، تمرين امر. وين جاي وقف البرنامج مالتنا والجمهور يريد يعرف من هو وزير الداخليه. الحكومه ما تعرف من هو وزير الداخليه، تريدنا نعرف. خل اروح انت ومرتي. معود البرنامج. مع الاسف شلون جايبين اثنين يخافون من نسوانهم. يا زلم تليفون. رئاسه الجمهوريه. الو. نعم صار. تدللين حليب للجهال. صار تدللين. ان شاء الله. هلا مع السلامه. مع الاسف جايبين اثنين يخافون من نسوانهم، ولحد هسه ما حد يعرف منو وزير الداخليه.